أيها الأكارم، عندي فائدة واحدة أرجو أن ينفع الله قائلها وسامعها وناقلها ومن بلغ. 4 أمور عند النوم. الأول يحبه الله تعالى، والثاني تدعو لك الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والثالث لا يقربك شيطان، والرابع تعرف إيجابياتك من سلبياتك. أما الأول الذي يحبه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وأما الثاني الذي تدعو لك الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فلا تنم إلا على طهارة. جاء في الحديث في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نام العبد على طهارة قام فوق ظهره أو رأسه ملك، وكلما تقلب العبد يمنة أو يسرة قال الملك: اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. والأمر الثالث لا يقربك شيطان حتى تصبح، قراءة آية الكرسي. والأمر الرابع والأخير في هذا المقام، به بعد توفيق الله نعرف صوابنا من خطأنا وإيجابياتنا من سلبياتنا، محاسبة النفس. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: أحسن أوقات الخلوة إذا أوى المرء إلى فراشه.